السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين مع حلقة جديدة من سلسلة شخصيات في الإسلام. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن صحابي جليل أحسن إسلامه، والنهاردة هنتكلم عن صحابي آخر شهير جدا وبالأخص لينا كمصريين، أرطغرل وداهية العرب عمرو بن العاص. طبعا أشهر حاجة معروفة عنه إنه فتح مصر وهو أول والي عليها في الإسلام، لكن تعالوا ناخد شوية من حياته اللي حقيقي مليانة حاجات كتيرة جدا غير إنه فتح مصر. سيدنا عمرو بن العاص كان من أشراف قريش، وكان تاجر شاطر جدا، وكان بيلف البلاد كلها بتجارة. ده اللي اداله خبرة بأهل وشعب وعادات كل بلد والجغرافيا بتاعته، ودي من ضمن الحاجات اللي خلته مميز جدا كقائد عسكري. ولك أن تتخيل إن هو وأبوه العاص الاسم على مسمى كانوا من أشد أعداء الرسول والدعوة من البداية. ومش بس كده، ده حارب ضد المسلمين في بدر وأحد والخندق، وفي الهجرة الأولى راح ورا المسلمين للحبشة عشان ملك الحبشة يسلموا المسلمين ويقتلهم. بعد غزوة الخندق شاف ان الكفة ابتدت تروح للمسلمين، مش يأسلم بقى ويلم الدنيا، لا، قال احنا نهاجم من مكة قبل ما رسول الله يدخل مكة ويبقى تحت حكم. شايفين درجة العداوة كانت واصلة لايه؟ وقال لك والله لو قريش كسبت ادينا هنرجع، لو سيدنا محمد كسب ادينا عند صاحبي وحبيبي بدل ما نرجع تحت حكم محمد. ما كانش بيحب يخسر اي حاجة. يقال عن سيدنا عمرو بن العاص انه كان عنيد جدا وصاحب منطق وعنده سرعة بديهة جبارة. عارف لفظ الحنكة والمحنك؟ هي تقريبا طلعت عليه. كان ليه جملة شهيرة بتقول العاقل مش اللي يعرف الخير من الشر، لكن العاقل اللي بيعرف خير الشرين ايه، يعني احسن الوحشين زي ما بيقولوا بالبلد. وده بيفسر اتجاهه بعد غزوة الخندق. في احد الروايات ان النجاشي ملك الحبشة كان هو السبب في اسلامه، وانه بحكم ان هما كانوا اصدقاء وبسبب التجارة بتاعته هو اكد له ان سيدنا محمد هو نبي اخر الزمان اللي تم التبشير بيه في الانجيل، وان هو مؤمن ان ده رسول الله. ويقال ان هو اسلم ولكن اخفى اسلامه خوفا من قومه. سيدنا عمرو بن العاص اسلم سنة 8 هجريا، يعني بعد 22 سنة من البعث، وكان تقريبا عنده من 50 ل 58 سنة. واليوم اللي هو اسلم فيه بعد ما رجع من الحبشة ما كانش لوحده، كان هو وسيدنا خالد بن الوليد، لكن سيدنا خالد كان لسه في الاربعينات، وكان معاهم سيدنا عثمان ابن طلحة. لما دخلوا الثلاثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال رمتكم مكة بفلذات كبدها، يعني كريمة شعب مكة. استقبلهم الرسول وسلم على عثمان وبايعه، وسلم على خالد وخالد بايعه، وعند سيدنا عمرو مد ايده ورجع سحبها تاني. فاستعجب رسول الله ما بك يا عمرو؟ فسيدنا عمرو قال له هبايعك ولكن بشرط ان يغفر الله لي ما سبق. زي ما قلت فوق ان هو حارب وقتل وعاد المسلمين تقريبا 22 سنة. وكان رد الرسول عليه الا تعلم يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله، يعني بيمحي كل الذنوب اللي قبل الاسلام. سيدنا عمرو كان لابق جدا في الكلام، كان ياكلك بكلمتين زي ما كان فاروق عمر بيقول. شارك سيدنا عمرو بن العاص في عهد الرسول في الدعوة للإسلام، وبعد ما الرسول ما توفى شارك في حروب الردة، وكان من القادة اللي ساهمت بشكل كبير في أغلب المعارك الحاسمة. كان من أهم القادة في فتوح الشام وفلسطين ودمشق، وطبعا معركة اليرموك اللي من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي. ولو هتسأل الروم بيكرهوا إيه هيقول لك الفرس وعمرو بن العاص، وده سبب لقبه أرطبون العرب. وأرطبون ده كان قائد حكاية في الروم. وطبعا درة التاج بالنسبة لعمرو بن العاص هو فتح مصر، وبعد مصر بأمر منه لعقبة بن نافع فتح طرابلس وبرقة، وده اللي مهد الطريق بعد كده لفتح شمال أفريقيا كلها ومنها للأندلس. عمرو بن العاص حب مصر جدا وأهلها، والمصريين شافوا منه حسن معاملة واحترام لعبادتهم ودينهم. طبعا العرب والمسلمين بيقولوا الفتح الإسلامي لمصر، لكن بالنسبة لأصحاب الأرض أي حد داخل عليه هو غازي ومحتل للأرض. وعشان كده فتح عمرو بن العاص لمصر كان مختلف، وبنقول عليه الفتح الإسلامي. والاختلاف هنا إنه كمل وعمر وأثر باللغة والعلم والدين. تاريخ مصر كله دخل عليها من أيام الفراعنة لحد الإنجليز بتاع 100 دولة ب100 ثقافة ب100 لغة. مفيش حد قدر يأثر ويكمل غير الفتح الإسلامي. وده لو ده اللي يدل على حاجة واحدة منطقية جدا، هو إن أصحاب الأرض حبوا الإسلام وحبوا ناسه وتعليمه، واللي ما حبش وحب يفضل على دينه كمل وعاش في سلام لحد النهاردة إخوات في الأرض وفي الوطن. فترة حكم سيدنا عمرو بن العاص في مصر كان فيها إنجازات كتير، لكن حصل حادثة شهيرة جدا خلال حكمه، وهي إن الشاب القبطي اللي ضربه ابن سيدنا عمرو بن العاص وقال له أنا ابن الأكرمين. ولما الموضوع وصل لسيدنا عمر الفاروق بعت له وقال له إلى العاص ابن العاص. ولما اتقابلوا والشاب القبطي خد حقه وقال له جملته الشهيرة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا يا عمرو. حقيقي سيدنا عمر ما كانش الفاروق من فراغ. وتم عزل سيدنا عمرو بن العاص، ولكن قلبه اتعلق بمصر لدرجة إنه ساعد معاوية في قيام الدولة الأموية اللي هنحكي عليها قدام، مقابل
مقابل انه يرجع ولاية مصر تاني. ولما رجع والي على مصر تاني عاش وتوفى واتدفن في مصر وهو تقريبا 88 او 90 سنة. وفي صحيح مسلم ان وقت ما مات وهو بيحتضر بكى بكاء شديد، واتكلم عن حياته قبل الاسلام وبعد دخوله الاسلام، وقال يا ريتني قلت للرسول وقت دخول الاسلام ان يغفر الله لي ما قدمت وما اخرت، يعني اللي عملته واللي لسه هعمل. كان عاوز يكسب كل حاجة، ما كانش سهل خالص. ويقال انه كان حاسس بالذنب اللي حصل في اخر ايام الخلفاء والفتنة اللي حصلت ومساعدته لمعاوية، واستغفر ربنا وتمنى ان ربنا يغفر ليه ويدخله الجنة. احنا كمصريين وكعرب في افريقيا كلها بندين بالفضل سيدنا عمرو بن العاص انه كان احد الاسباب والمفتاح لكل البلاد دي، ان ربنا اعزنا بالاسلام. واكبر شاهد من قصة سيدنا عمرو بن العاص، اوعى تقول العمر فاتني، اوعى تقول ان انا طول عمري ما بصليش، انا طول عمري بدخن، انا طول عمري بعمل وبنيل. لا، اللي حصل حصل، المهم اللي جاي. توب واستغفر وابدأ واطلب من ربنا وساعد نفسك. مفيش حاجة اكتر من واحد عاش اكتر من نص عمره كافر وبيعادي المسلمين والاسلام والرسول، وربنا كرمه بقى من اعظم القادة في تاريخ الاسلام. اوعى تقول الوقت فاتني، طول ما فيك نفس احمد ربنا واستغفره وهو قادر يتقبل منك. ولحد هنا نكون خلصنا حلقة النهاردة من شخصيات في الاسلام. استنونا في الحلقة الجديدة. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير، الدال على الخير كفاعله. كنتم مع حكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.